دائما في الماضي وكما سيبقى على الدوام. كما أود أن أعبر لكم جميعا عن شكري وامتناني لتمكين بلدي من تنظيم دورة 2025 لكأس أفريقيا للأمم، والذي نعتبره تشريفا نعتز به وتكليفا نقبله بكل جدية ومسؤولية والتزام. فلن أذيع سرا إذا أخبرتكم أن تنظيم هذا الملتقى القار الهام يحظى بتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن هذا الاهتمام لا يعكس فقط الرعاية التي يخص بها جلالته الأنشطة الرياضية بشكل عام، بل فوق وقبل ذلك يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها البعد الأفريقي لدى جلالته. ويكفي دليلاً على ذلك عشرات الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة في أفريقيا. ومن المؤكد أن هذه الأمور ليست نتيجة إرادة طارئة، بل هي استمرار طبيعي لتاريخ طويل من الانتماء المشترك لأمنا أفريقيا، انتماء مشترك صنعنا من خلاله تراثاً مشتركاً وهويات متداخلة، وكتبنا معاً صفحات من التعاون والتآزر في أيام الشدة، خاصة أثناء الكفاح المشترك من أجل الاستقلال والحرية. هكذا عشنا حصتنا من المسيرة الأفريقية نحو التقدم وتحقيق الذات في عالم يصر على نسيان أن أفريقيا هي مهد البشرية، منها انطلق هذا الكائن الواعي ليكتب صفحات متباينة من تاريخ البشرية بباقي القارات. وإذا كانت للمغرب علاقة خاصة ببعده الهويات الأفريقي، فلأن عمر كيانه الوطني ضارب في القدم، وعمر دولته في شكلها الحالي يمتد إلى أزيد من 12 قرناً. كانت أقوى الارتباطات خلالها تقوده لأفريقيا في قوافل تجارية لا تنتهي، قوافل لم تكن تتبادل منتوجات استهلاكية فقط، بل كانت كذلك تتبادل أبعاداً حضارية من فكر وفلسفة وعلوم وفنون. لكل هذا وللكثير من الأمور التي لا يتسع المجال للوقوف عندها، نعتبر